السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير من احلى ومن اجمل الافكار اللي بتتعمل من حلقات الستاير. تعالوا بقى النهارده نستفاد بيها كده، وافكار كلها عمليه جدا وكلها مفيده. اول فكره عندنا النهارده هبتدي انا اجيب كده اي علبه تونه، ممكن على فكره نستخدم علبه بلاستيك مفيش مشكله، وكمان هنستخدم هنا اي بقى كوبايه عندنا من المطبخ بتاعنا، بس اهم حاجه تكون من غير يد. وهبتدي ان انا اثبتها بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. وبعد كده هبتدي ان انا اجيب حلقه ستاير وهثبتها كده زي ما احنا شايفين، وهنا هنستخدم بقى اللولي بتاعنا وهبتدي ان انا اثبته كده. ممكن بقى نحط رولي كده قدام أو ورا أو في النص، أو طبعا نوزعه كده بطريقة عشوائية، مفيش مشكلة خالص. الفكرة بتاعتنا تنفع في جميع الأحوال. انتوا بقى وصلتوا معايا لحد هنا، شجعوني كده بكومنت جميل من ايدكم الجميلة، وكمان ما تنسوش تحطوا لايك جميل برضو من ايدكم الجميلة، علشان طبعا تشجعوني ان انا انزل افكار كتيرة بعد كده. بعد ما خلاص بقى ثبت اللولي بتاعي والدنيا هنا تمام قوي لحد هنا، زي ما قلت لكم وزعوه باي طريقه انتوا حابين طبعا تحطوه بيها. وهنا كمان هبتدي انا اعمل واحده تانية هتكون بنفس الشكل، وبعد كده هبتدي ان انا ارشها بقى سبراي ذهبي، ممكن طبعا تستخدمي اللون الفضي لو انت حابه. وبعد كده هستخدم هنا ورنيش مائي، وهبتدي ان انا احطه كده على الكرات الحلوه بتاعتنا دي اللي هي طبعا من اللولي، وهبتدي ان انا بعد كده استخدم هنا بقى ورق الذهب، هيكون حلو جدا في الفكره بتاعتنا وهيليق كمان جدا عليها. باحط أول حاجة الورنيش بتاعنا، وبعد كده بابتدي بقى إن أنا أثبِّت الورق بتاعي بمنتهى السهولة. عايزة أقول لِك إن أنتِ ممكن توزّعي الورق برضه في أي مكان أنتِ حاباه. أنا حبيت هنا أول حاجة إن أنا أحطه كده على الكرات بتاعتنا زي ما إحنا شايفين اللي هي اللولي زي ما قُلنا، وهابتدي بقى بعد كده إن أنا أشوف أي مكان محتاج إن أنا أحط فيه، أبتدي إن أنا أحط فيه. باحط كده الورق بتاعي زي ما إحنا شايفين بمنتهى السهولة، وبعد كده بقى بابتدي إن أنا أجيب الفرشة بتاعتي، وبعد كده طبعًا أبتدي إن أنا أثبِّت كل الورق بتاعنا بالشكل ده. كل الفكرة بس إن أنا بابتدي بقى إن أنا أضغط كده حاجة بسيطة لحد ما الورق بتاعنا هو والحاجة اللي إحنا حطيناه عليها يكونوا شكل واحد، زي ما إحنا شايفين بالضبط كده. الموضوع بسيط جدًا، وغير بقى إن هو بسيط، هو فعلًا ممتع جدًا. أحلى حاجة في ورق الدهب إن هو فعلًا لمعته بتكون قوية جدًا، وكمان حلوة أوي، وفعلًا، فعلًا ما بتغيّرش مهما قعدت. هابتدي بقى إن أنا أكمّل برضه بنفس الشكل بتاعي، وزي ما قُلت لكم أي مكان تحبّوا إن أنتم تحطّوا فيه الورق بتاعكم حطّوا ما فيش مشكلة. على فكرة الورق ده في منّه كمان فضّي لو إحنا حابين نجيبه هيكون حلو جدًا، وطبعًا بيتباع في كل مكان، وسعره حلو جدًا وبنعمل منّه أفكار كتيرة أوي. هابتدي بقى دلوقتي إن أنا أكمّل برضه بنفس الشكل بتاعي. بعد كده بقى هابتدي إن أنا أنزل تحت، وهابتدي برضه إن أنا أحط كده الورنيش بتاعنا، ده ورنيش مائي بييجي طبعًا من عند الموّان، وهابتدي إن أنا أحط كده الورنيش بتاعي، وبعد كده هابتدي برضه إن أنا أثبِّت حاجة بسيطة جدًا من الورق بتاعنا. أنا مش عايزاها كلّها تكون لونها دهبي، اللي هو لون الدهب نفسه أو بتاع الورق نفسه، لأ أنا عايزة اللون يكون مختلف عن الجزء اللي تحت وكمان عن الجزء اللي فوق، فزي ما إحنا شايفين باحط في أماكن معيّنة. هاوزّع برضه كده الورق بتاعي ناحية تحت، وبرضه هابتدي إن أنا أكمّل بمنتهى السهولة. لو أنتم وصلتوا بقى معايا لحد هنا اكتبوا لي كده في التعليقات بتتابعوني منين، وطبعًا لو أنتم من مصر كده زيي اكتبوا لي كده بتتابعوني من أي مدينة. زي ما قُلت لكم بقى هنجيب دلوقتي أي فرشة بقى، وهابتدي إن أنا أشيل الزيادات بتاعتي اللي طبعًا هتبتدي تظهر معانا، وطبعًا الموضوع بيكون سهل جدًا. هنستخدمها في إيه بقى وهنستخدمها إزاي؟ هنستخدمها بالشكل ده، فكرة بسيطة وسهلة واتعملت بمنتهى السهولة من غير بقى ولا وقت ولا مجهود ولا أي حاجة. ودي أول فكرة عندنا النهاردة، حطوا لايك جميل. وتعالوا نروح لتاني فكرة عندنا النهاردة وهنستخدم فيها برضه حلقات الستاير بتاعتنا. أول حاجة هنجيب كده أي علبة جبنة عندنا، وهبتدي إن أنا أجيب حلقات الستاير بتاعتي وهاخد منها واحدة بالشكل. وبعد كده هابتدي إن أنا آخد المقاس بتاعي، وبعد كده هابتدي إن أنا أفرّغ الجزء اللي هيكون في النُص بالطريقة اللي إحنا شايفينها مع بعض دي. طيب بعد كده هنعمل إيه؟ كل بس اللي إحنا هنعمله هنجيب الحلقة بتاعتنا، طبعًا دي الحلقات اللي بتكون كَبْس، فواحدة بتركب الناحية دي وواحدة كمان بتركب ناحية جوّه. حلو الكلام، حلو الكلام. هنستخدم بقى هنا حبل الغسيل، يا جماعة ده حبل غسيل عادي جدًا، ولا خيط بقى لاسيه ولا حتى كمان خيط مكرمية، لأ ده حبل غسيل ورخيص، لإن عملت بيه أفكار قبل كده، ولمّا شُفتوه قُلتوا لأ ده مش حبل غسيل، لأ ده حبل غسيل، وأنا عن نفسي باستخدمه في الغسيل. وبيتباع كده اللفة كلّها بتتباع ب20 جنيه، يعني رخيص جدًا. هابتدي بقى دلوقتي إن أنا أثبِّت الحبل بتاعي بالطريقة اللي إحنا شايفينها مع بعض دي، وزي ما إحنا شايفين هنوصل هنا بقى دلوقتي للجزء ده، وهابتدي برضه إن أنا أكمّل بنفس الطريقة. ممكن نستخدم أي علبة على فكرة متوفّرة، مش لازم برضه نستخدم علبة جبنة، ممكن كده نستخدم علبة تلاجة نكون ما إحناش محتاجينها، برضه هتكون الفكرة بتاعتنا حلوة جدًا، وكمان برضه هتنفع جدًا، جدًا. هاجي بقى دلوقتي على النهاية بتاعتي، وهابتدي برضه إن أنا أكمّلها كده بنفس الشكل، بس الجزء ده هنسيبه دلوقتي مش هنعمل فيه أي حاجة، وهنا بقى هابتدي إن أنا أثبِّت الجزء بتاعي زي ما إحنا شايفين مع بعض بالطريقة دي.
الحبل ده فيه منه ألوان كتيرة جدًا، لو إحنا طبعًا حابين نغيّر الألوان ما فيش مشكلة خالص، الموضوع بتاعنا سهل جدًا وبسيط أوي. نيجي بقى للعلبة بتاعتنا اللي هي طبعًا علبة الجبنة بتاعتنا، وهابتدي إن أنا أجيب كده العلبة بتاعتي، وهابتدي إن أنا أستخدم برضه نفس الحبل بتاعنا، وهابتدي بقى إن أنا أثبّته بالطريقة اللي إحنا شايفينها مع بعض دي. الموضوع سهل جدًا وبسيط جدًا وما فيهوش أي صعوبة خالص، كل الفكرة بس دلوقتي بقى إن أنا هاغلّف العلبة بتاعتنا بالشكل اللي إحنا شايفينه مع بعض. وزي ما قُلت لكم ممكن جدًا نستخدم أي علبة تانية، مش لازم خالص نستخدم علبة جبنة. دلوقتي بقى هنغطّيها بالطريقة اللي إحنا شايفينها دي، وهنا هنستخدم اللولي العادي جدًا الأبيض، وهابتدي بقى إن أنا أنزل تحت كده وهاثبّت اللولي بتاعي، وطبعًا هنستخدم هنا 4. بديل اللولي هيكون طبعًا غطيان أزايز بيبسي، وبرضه نغلّفها بنفس الحبل بتاعنا. وطالما بقى استخدمنا كده لولي، فهابتدي إن أنا أستخدم هنا كمان اللولي الشريط علشان أخلّي شكلها أحلى وأحلى، وهابتدي إن أنا أثبّته كده بالشكل اللي إحنا شايفينه مع بعض، وممكن طبعًا نثبّته فوق أو في النُص براحتنا خالص. أنا باوصل معاكم للفكرة للنهاية، أمّا أنتم ممكن طبعًا تكتفوا بحاجة معيّنة للفكرة، ما فيش مشكلة، لكن أنا مهمتي إن أنا أوصل بالفكرة معاكم للنهاية، أنا أوريها لكم بجميع الأشكال، وهنستخدمها بقى بالطريقة دي، فكرة بسيطة وسهلة وكمان عملية جدًا ومفيدة أوي. ونسيت أقول لكم كمان إن أنا فتحت كده فيها فتحات من تحت علشان طبعًا لو في مَيّة والّا حاجة تبتدي إن هي تنزل بمنتهى السهولة. ودي كانت تاني فكرة عندنا النهارده، رأيِك جميل كده وإيديكم الجميلة، ويالّا بينا ندخل بإيدينا اليمين بقى على تالت فكرة عندنا النهارده، وبرضه هنستخدم فيها حلقات الستاير بتاعتنا. هابتدي أول حاجة كده إن أنا أجيب حلقة من حلقات الستاير زي ما إحنا شايفين مع بعض، وهنا بقى هنغلفها بخيط خيش زي ما إحنا شُفنا، وهنا هنستخدم بقى أي غطا عندنا، إذا كان بقى غطا إزاز بيروسول أو حتى كمان سبراي زي ما إحنا متفقين مع بعض، نستخدم أي بديل ليهم، وبعد كده هنلِف برضه الغطا بتاعنا بالشكل اللي إحنا شايفينه ده. طبعًا الموضوع بيكون سهل جدًا وبسيط، وأهم حاجة كده وإحنا بنلِف نشد الخيط بتاعنا علشان ما يسيبش أي فجوات عندنا، لإن إحنا بنحط كده في الأول وفي الآخر، أمّا في النُص مش لازم كل شوية نحط الشمع بتاعنا. وبعد كده هابتدي إن أنا أثبِّت هنا حبل خيش من فوق وكمان من تحت، وممكن على فكرة نستخدم برضه نفس الخيط بتاعنا بس نعمله ضفيرة علشان برضه يدينا سمك كويس. وهنا هنستخدم بقى حلقات الستاير، وبرضه غلفتها بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها الأول، وهبتدي إن أنا أثبتها كده واحدة جنب التانية لحد طبعا ما نوصل للنهاية. حلو الكلام حلو الكلام. طيب بعد ما خلاص بقى ثبتناها كلها، دي هتكون بقى النتيجة. تعالوا بقى دلوقتي نشوف ممكن نعمل فيها إيه بعد كده. طبعًا لمّا بنثبّت حلقات الستاير أو أول حاجة أمّا نيجي نشتغل فيها، بنشيل الجزء اللي بيكون فيها ده، وطبعًا بيتشال معانا سهل جدًا من غير ولا مقص ولا أي حاجة. ثبّت كمان كده 2 تحت علشان أرفعها شوية، وبعد كده هابتدي إن أنا أجيب بقى دلوقتي حبل الخيش بتاعي وهاثبّته كده من ناحية تحت، وهنا بقى ممكن نحط في أي مكان إحنا حابينه ما فيش مشكلة، نحط فوق، نحط تحت، نحط في النُص براحتنا خالص، زي ما إحنا متفقين مع بعض التزيين ده يرجع لينا إحنا. هاجي بقى دلوقتي وهابتدي إن أنا أحط الاسترس ده، وممكن البديل بتاعه يكون لولي هيكون حلو جدًا، وزي ما إحنا شايفين هابتدي بقى إن أنا أثبّته بالشكل ده، وبعد كده هابتدي إن أنا آجي هنا ما بين كل واحدة وواحدة وأثبّت حاجة بسيطة أوي، علشان طبعًا الشكل عندنا يكون أحلى وأحلى. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب بعد كده بقى ممكن نعمل إيه أو نستخدمها إزاي؟ ممكن نستخدمها كمنظم أو حتى كمان نحط فيها ورد بسيط كده بالشكل ده. الحاجات دي على فكرة بتتباع غالية مش رخيصة، وبتتباع دلوقتي في كل مكان، وبدل بقى ما نروح نشتريها لأ نعملها إحنا بإيدينا ونوفّر على نفسنا. حطوا لايك جميل ويالّا بينا على الفكرة اللي بعدها. هنجيب بقى حلقة الستاير بتاعتي وهابتدي إن أنا أشيل منها الجزء اللي بيكون فيها، وطبعًا زي ما قُلنا بيتشال معانا سهل جدًا، إذا كان بالمقص نشيله أو حتى كمان بإيدينا الموضوع بسيط أوي. وهابتدي بقى إن أنا أقطع كده الجزء ده زي ما قُلت لِك، بالمقص هيتشال أو حتى كمان بإيديكِ هيتشال زي ما أنا عملت معاكم كده. وكمان هنستخدم هنا جزء كده من علبة حليب، أو حتى كمان ممكن جدًا نستخدم جزء برضه من علبة عصير ما فيش مشكلة. شِلت الجزء اللي فوق واستغنيت عنه خالص، وهنا هابتدي بقى إن أنا أجيب الحلقات بتاعتي وهاثبّتها بالشكل ده. ممكن بقى نحطهم كده جنب بعض ونحط كده واحدة فوق وواحدة نازلة، والله براحتنا خالص، زي ما قُلت لكم التزيين ده يرجع لينا. بس أعتقد في الفكرة دي إحنا مش هينفع نحطها غير بالشكل ده، لإن طبعًا كل العلب بتكون مقاس واحد، فطبعًا دي هتكون حلوة جدًا لو استخدمناها، وبرضه الشكل بتاعها هيكون مضبوط أوي لو استخدمناها بالشكل ده. هابتدي بقى إن أنا أكمّل دلوقتي لحد ما نوصل للنهاية، وإن لو قابلِك بقى أي شمع زيادة أول بأول كده شيليه ما فيش مشكلة. بعد كده هابتدي برضه إن أنا أجيب الحلقات بتاعتي، وهنا بنحط الشمعة على الحلقة نفسها، ما بنحطش الشمع على طبعًا العلبة لأ، على الحلقة عشان كل حاجة تطلع معاكِ مضبوطة والدنيا بتاعتِك تكون تمام. هاكمّلها بقى كلّها لحد ما نوصل للنهاية، وبرضه بنفس الطريقة. ممكن نستخدم على فكرة حلقات ستاير فضة لو إحنا حابين، أو لو كانت متوفرة عندنا فضة نستخدمها. وحلقات الستاير بتتباع في كل مكان ورخيصة جدًا، جدًا، فزي ما إحنا متفقين حلو أوي إن إحنا نستفاد بيها.
هامشي بقى عليها كلها لحد كده ما اشيل كل الشمع الزيادة، وبعد كده بقى هابتدي إن أنا أثبت كده عليها أو أرشها بسبراي دهبي والبديل بتاعه فضي أو حتى أبيض براحتنا خالص. وهنا بقى هابتدي إن أنا أحط الاستراس ده، هيكون حلو جدًا في الفكرة بتاعتنا وكمان هيظهرها حلو أوي. ممكن بقى نوزعه برضه بأي شكل إحنا حابينه. ممكن نحط في النُص، ممكن نحط كده من ناحية فوق زي ما أنا عملت، والله براحتنا برضه خالص، الموضوع بسيط وسهل، وطبعًا ممكن نطلّع أفكار كتيرة جدًا من الجزء ده، أو نعمله بأي شكل إحنا حابينه. هامشي بقى عليها كلّها لحد كده ما أخلّصها، وزي ما إحنا شايفين الموضوع بيكون سلس جدًا وبسيط أوي، وما بياخدش مننا ولا وقت ولا مجهود ولا أي حاجة. طيب هنستخدمها في إيه؟ هنستخدمها كده كمنظم بالشكل ده، أو حتى كمان ممكن طبعًا نحط فيها ورد لو إحنا حابين. ودي كانت أفكار النهارده، حطوا لايك جميل زيكم وشاركوا الفيديو على صفحاتكم، علشان طبعًا لو أنتم حابين ترجعوا له في أي وقت تقدروا توصلوا له بمنتهى السهولة.